السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشوية بالزبدة، ان شاء الله يا رب تعجبكم. معانا هنا بصلتين مقطعينه مربع، وفلفل رومي، وفلفلاية الوان، ومعايا حبة توم، وعلبتين زبادي، وحبة عسل ابيض، ومعانا هنا فلفل اسمر، على كمون، على كزبره، ومعانا هنا بهارات فراخ، ومعانا هنا سمسم. انا بحب احط عليها سمسم، بتطلع حلوه وكويسه، والسمسم على فكره ما بيتحرقش. ومعانا هنا بهارات اللي هي ايه، البهارات بتاع الشوربه الخشنه. انا بجيبها فرومها اللوري والحبهان والحاجات اللي هي بتاعتها ديت. انا بفرمها على ايدي يعني. وهنا معانا معلقتين الزبدة، هنحطهم في الخلاط. ما تنسوش يا حبايبي بالله عليكم الاشتراك في القناة، علشان انا محتاجة ان انتوا تقفوا جنبي بالله عليكم يعني، وتحطوا اللايك، عشان ده هيفرق معايا جامد جدا. تنسوش بقى نوحد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. بسم الله. نحط معلقتين الزبدة، هنحط الزبادي. بسم الله. نحط العسل، وهنا نحط التوابل بتاعتنا. نحط حبة الملح. نحط الملح على قد الكمية بتاعت الفراخ بتاعتنا يعني. وهنا هنفرمهم في الخلاط. هنا هنبتدي. خلاص كده خلصناها. وهنا معانا الفراخ منضفينها وكويس قوي يعني، وغسلينها ومنضفينها، وهنبدأ نتبلها. بسم الله. الفراخ مقطعاها كده عشان ما تاخدش وقت في السوا يعني. نبدأ نحط التتبيلة في كل حتة ايه مفتوحة، ونحطها تحت الجلد كده. ما تنسوش يا حبايبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله عليكم اشتركوا في القناة، مش هتخسروا حاجة والله، بس هيفرق معانا احنا قوي يعني. بالله عليكم دوسوا على زر الاشتراك بس يعني، اللي هو وزر اللايك. كده يا حبايبي احنا تبلناها اهو. هسيبها في التتبيله شويه حلوين بقى لحد ما اجي اعملها، وبعدين نرجع لكم تاني. هنعمل هنا التقليه بتاع المحشي يا حبايبي. عاملين فرمين بصله، وعليها فلفل الوان وفلفل اخضر. المحشي بيحب البصل الكتير. مفروم نقليهم كده مع بعض.
كده يا حبايبي التقليه قربت تتعمل. اللي فيها ده فلفل الوان، بصوا الشكل عامل ازاي، ما شاء الله، والريحه خطيره. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ والله واو الريحه تحفه. انت جايه من بكم عشان تقولي لي الريحه تحفه؟ ايه اللي جابك الريحه النهارده واصله اصلا؟ لحد هناك. ايه اللي جابك النهارده اصلا؟ انت جايه ليه؟ سمعت ان انتوا بتعملوا محشي فقلت اجي اشوف كده الامور عامله ازاي. جايه على بجد الريحه يعني. بجد الريحه فظيعه. ده ميرسي. احنا على كده بقى ما كناش بنعمل محشي. ما نجيلكيش في حاجه وحشه. يلا احنا بعد كده شميتي الريحه، يلا روحي بقى. لا ما لازم بقى ادوق. يعني انا شميت الريحه لحد دلوقتي حلوه، لازم بقى ادوق اشوف النتيجه ايه. بصوا يا حبايبي، احنا كده خلاص اتحمرت البصله، اتحمرت والفلفل معاها، وهو ده اللي مديها الريحه الحلوه يعني، واللون الحلو بتاعها. احنا هنا هنحط الطماطم عليها. بسم الله. لازقه. لازقه مش عايزه تنزل. هو هنا انا عندي طه، الشيف طه مرضيش يعمل النهارده، قال لي انت اعملي، بس هو هنا بيحب التكه بتاعت ايه، الطماطم تبقى نص مهروسه كده، اللي هي مش مفرومه قوي في الخلاط يعني، بيحبها كده اللي هي عامله زي السلطه تقريبا، هو بيحبها كده. كده هنحط الملح ونظبط ملحنا والتوابل بتاعتنا كده، والتوابل ونحط مكعبين ماجي. بسم الله. كده نسيبها تتسبك بقى ونرجع لها تاني. وبكده يا حبايبي التقليه اتسبكت معانا، بصوا عامله ازاي كده، بقت هي ايه احنا عايزينها كده يعني. هنبتدي نضيف عليها الرز. بسم الله. ما تنسوش لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما حطينا الرز هنحط عليه الخضار. هنقلب ونرجع نحط الباقي، ونحط التوابل دي اللي هي الفلفل الاسمر، كمون، كزبره، وهي ايه علشان خاطر برضو تفحفحها كده يعني، تبقى ريحتها ايه حلوه. ما تنسوش يا حبايبي بالله عليكم ان انتوا تشتركوا في القناه، فضلا وليس امرا يعني، بالله عليكم. هنزود الخضار الباقي كده، لقيناها يا حبايبي عايز ملح هنزوده ملح عشان فيه كمية رز حلوة. وهنزود هنا، هات الزيت من تحت يا معتصم. عندنا حبة شطة هنحطهم. هنحط حبة زيت عشان يلمع ويبقى مفلفل وكويس.
ونقلبه بقى. بسم الله. كده يا حبايبي احنا خلصنا، ومع بعض الرز اهو فضيناه هنا على الصينيه، وهنعمل هنا في قعر الحله بصله عشان نلف عليها يعني. كده هنبتدي نحشي. بسم الله. كده يا حبايبي احنا خلاص الفراخ اخدت التتبيله، قعدت في التتبيله وقتها كويس. نبدأ نرصها في الصاج عشان ندخلها الفرن. كده رصينا الفراخ وهندخلها جوه الفرن بقى على اقرب حاجه للشوايه، للفرن من تحت قصدي. احنا مولعين الفرن على اعلى درجه. احنا كده حطيناها جوه الفرن وعلى اعلى درجه، وهنسيبها بقى لما تستوي مع نفسها. كده يا حبايبي انا اديتهم الكرنب يكملوه بره، وهنعمل هنا الفلفل والبتنجان والكوسه. اخلص وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي رجعنا لكم تاني. هم خلصوا الحله دي بره وجبتها منهم. هنسقيها بقى بالشوربه. بسم الله. هنسيبها بقى على النار. هم خلصوا برضو، انا طلعت برضو اديتهم الحله التانية بيني وبينكم يعني، علشان خاطر انا ايه بعمل حاجات تاني. هم بيعملوا بره وانا بعمل حاجات هنا في المطبخ وانا واقفه. بس هنزودها برضو. بسم الله. هي دي ما بتبقاش بتاعه الخضار، ما بتبقى زي الكرنب، بتبقى خفيفه شويه عن بتاعه الكرنب في التسقيه في الشوربه بتاعتها يعني. فهنسيبهم على النار كده. خلاص ولعنا عليهم، وكده هنشوف الفراخ بقى وهي في الفرن. كده يا حبايبي احنا هدينا على المحشي. بصوا شكله عامل ازاي، ما شاء الله. ده الكرنب، وده الفلفل والبتنجان والكوسه. لسه عايز له شويه تاني. بالله عليكم مش هفضل اقول لكم ادعموني واشتركوا في القناه، مش هتخسروا حاجه والله، مش هتخسروا حاجه. انا هنا مولعه على فحمه علشان خاطر الفراخ. يا حبايبي هي كده خلاص تقريبا استوت، بس انا على العموم ولعت عليها الشوايه. ولعت عليها الشوايه وهسيبها تحت الشوايه شويه يعني، ولما اخلص سوا خالص هوريها لكم برضه. الفراخ انا طلعتها عشان تعبي ده بقى. بالله عليكم عشان الحلاوه دي اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه بقى بالله عليكم. بصوا شايفين السمسم ده؟ السمسم مش محروق على فكره، بيدوله طعم جميل جدا. يا رب تعجبكم الطريقه ديت، بتنور رضاكم.
وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. طبعا انا عامله فحمايه هجيبها واحطها، وفي حاجه تانية هحطها عشان تبقى زي بتاع بره بالظبط ان شاء الله واحسن. اصلا شويه بقدونس يديهم ايه النكهه بتاعت الشويه بتاع بره بالظبط. بحطها كده مع الفحمايه. لك يعني فتح. بسم الله، ونقفل عليها الغطاء بسرعه. متشكره امانه. اي خدمه عشان تديني صباع محشي زياده. ماشي كلت صوابع ايديا من كل المحشي. ماشي كده، نسيبها بقى جوه متغطى عليها لحد ما ايه ما تاخد فرصتها في التدخين بتاعها. نرجع لكم تاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبايبي خلاص خلصنا. ادي حلة الكرنب هنفضيها في الصينية. بسم الله. واو. الريحه تحفه. كده يا حبايبي خلصنا. وده طبق الخضار، حطينا على وشه شويه سمسم مع شويه كزبره بقدونس لزوم التقديم يعني. ودي الفراخ المشويه. عاوزاه واقف عاوز الاطباق. ما تنسوش بالله عليكم تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.